احمد حلمي نزل مقطع من مسرحيه بني ادم اللي حصل جدل كبير جدا عليها، لكن المشكله الاكبر كمان المقطع ده كان فيه جدل اكبر من كده بكتير، وهو انه يعني بيسال حد بعد بقى عرض المسرحيه ما انتهى، وجايب في الكواليس يعني بيسال حد في الجمهور: انت قاعد صف اول، يعني انت جنسيتك ايه؟ فقال له انا مصري. وهو بالمناسبه كان اللي حاضر ده جوز الفنانه كارمن سليمان المطربه. فيعني كإفيه كده او حاجه تضحك، فاحمد حلمي قال جمله يعني اول ما سمع ان هو جنسيته مصري، حاجه زعلت الناس جامد جدا من احمد حلمي اكتر ما هم كانوا زعلانين منه من الاول، لدرجه انه قفل حتى الكومنتات والتعليقات في الصفحه بتاعته عشان عارف ان هو عامل مشكله كبيره. ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك. احمد حلمي بيسال حد من الجمهور بيقول له انت قاعد صف اول، ومعروف ان الصف الاول التذاكر بتاعته غاليه جدا يعني. فقال له فقال له انت جنسيتك ايه؟ فقال له انا مصري. فعمل نفسه مستغرب كده، قال مصري؟ لا ده اكيد معزوم. يعني كما لو ان الصف الاولاني هيبقى بس للناس اللي طبعا اللي من الكويت ومن الامارات والخليج وكده يعني. ففي ناس ضحكت، انا بصراحه ما ضحكتش لان الافيه مش حلو. ويعني ناس كتير كانت مستنيه ان احمد حلمي يعتذر عن الافيه السخيف ده، انا شايفه افيه سخيف مش مضحك خالص. لكن احمد حلمي عمل حاجه اغرب من الخيال خالص. الرد ده يعني نشره خالد فرج الصحفي، وكتب فيه: خسارة يا حلمي، كنت أتمنى تطلع تعتذر وتقول زلة لسان وما كانش قصدي، مش تنزل صورة بين قوسين ولا شايفكم ولا سامعكم. يعني يقصد يعني ان احمد حلمي لما نزل الصورة دي معناها ان انا مش شايفكم ومش سامعكم. ويعني الصورة انا دخلت على الصفحة بتاعت احمد حلمي على الفيسبوك ما لقيتهاش، يمكن نزلها على تويتر او يمكن نزلها وشالها. هو كتب كلام بس يعني البيج الرسمية لخالد فرج زي ما احنا شايفين كده، ان هو نزل الصورة دي ردا على انتقادات الناس ليه في الفيديو اللي نزله. وفي طبعا موجة من التعليقات الكتيرة جدا يعني اللي فيها هجوم على احمد حلمي، لان احمد حلمي الناحية التانية هناك قفل التعليقات على الصفحات بتاعته من وقت عرض المسرحيه بتاعت بني ادم. ومن قبلها كمان احمد حلمي كان اتعرض لمشكله كبيره جدا بسبب الفيلم اللي كان هيعمل فيه دور نصاب، ويعني الفيلم كان هيبقى انتاج السعوديه. مكتوب تعليقات: احمد حلمي اعترف قدام الجميع ان مصر ما فيهاش فلوس، بكل سخريه ما عندوش نقط بقى مش هقدر اكمل. مصر فوق الجميع مهما حصل. تعليقات تانية من القلب للقلب: احنا كمان لا هنشوفك ولا هنسمعك. يعني تعليقات كتيرة جدا فيها هجوم. واحد تاني بقى انا عجبني التعليق اللي هو كاتباه حسنة فؤاد: هو لو فكر شوية هيعرف انه بيهين نفسه. يعني لو هو الكلام ده صح فعلا الناس حسبته ان هو اهانة، فهو اهانة ليه باعتباره ان هو مصري قبل اي حاجة تانية يعني. ناس تانية بتقول ان دمه مش خفيف ومتصنع جدا او مصطنع جدا. وناس تانية قالت الناس دي انتم يعني بتدوها اكبر من حجمها. وتعليقات كلها غاضبة. والناس ما اعتدتش على احمد حلمي فعلا انه يعمل الكلام ده، الناس اعتدت على احمد حلمي اللي يعني عمل افلام كتيرة جدا زي عسل اسود وكده كان فيها انتقادات لكن ما فيهاش الطريقة يعني دي انها تتعمل بره. يعني الانتقادات دي لما بتبقى من جوه، واحمد حلمي انتقد حاجات كتير في مصر لكن كان جوه مصر فيلم عسل اسود. لكن فكرة ان هو يعمل الكلام ده بره، فكان الكلام ده يعني مش محبب للناس قوي. دي كانت حلقة النهارده، قول لنا رأيك ايه في ترند النهارده، وما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس وتدوس لايك لو الفيديو عجبك.